لو محتارين هتعملوا غدا ايه النهارده، تعالى اقول لكم على الوصفه الحلوه دي الاقتصاديه، سهله وبسيطه وبخلطه وتتبيله رهيبه، ان شاء الله تعجبكم. عملتها كده، عملت جنبها حبه سلطه كده حلوين بالبصل والسماق، ومعاها حبه طحينه قمر كده. احلى وصفه ممكن تجربوها في المشاوي، سهله وبسيطه واقتصاديه. قبل ما نبدا الوصفه كده نصلي على الرسول ونشوف عملنا الوصفه القمر دي مع بعض ازاي. عندي هنا جبت بولة، نزلت بحوالي معلقة كبيرة من التوم المفروم، عليها معلقتين من صلصة المعلبات، نزلت عليها بعصرة من الليمونتين كده 3، عليها ربع كوباية من زيت الزيتون أو أي زيت طبخ عندكم، نزلت بكوباية من الزبادي، كوباية وسط كده من الزبادي. بعد كده بنزل عليها بفلفل أسمر، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، مكعب ماجي. كده كده هسيب لكم المقادير والطريقه كلها تحت باذن الله. نزلت بصويا صوص، حوالي 3 معالق من الصويا صوص، معلقه كبيره من عسل النحل، بقلبهم كويس قوي كده مع بعض. ونزلت عليهم معلقه صغيره من البابريكا، عليهم ربع معلقه من الشطه الحمراء. بقلب المكونات كده كويس مع بعض. كنت محضره حوالي 2 كيلو من الاجنحه، طبعا غسلاهم كويس قوي بالطحينه، معلقه كبيره كده من الطحينه، حبه من الليمون، عصير الليمون، وحبه من الملح. بغسلهم كويس قوي في قلبيهم مره واثنين وثلاثه، بشطفهم وبمسك الجناح كده بقطعه 2. الجناح اكون جايباه محمل، ما اكونش جايباه رفيع عشان يبقى حلو في الوصفه. احنا بنعمل مشاوي فلازم تبقى فيها شويه كده من اللحم، انا جايباه الجوانح محمله شويه. بقلبها كويس كده في التتبيله واسيبها من ساعه لساعتين. عايزين تسيبوها في التلاجة قبلها بيوم تمام. برص عندي الأجنحة من غير التتبيلة، بطلعها من التتبيلة كده بإيدي وبرصها في قلب الصينية زي ما انتوا شايفين كده. بكون محضرة الفرن على درجة حرارة 240 بالظبط، بتاخد ساعة الا ربع من تحت، وبعد كده بسيبها تحت الشواية ربع ساعة. برصها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احب اشكر كل الناس اللي دخلت القناة واشتركت وبتدعمني، بشكركم جدا، بحبكم في الله. كده تمام. بظبط كل مسحه بسيطه كده من على الوش على الاجنحه بالفرشه بتاعتي كده، وبدخلها الفرن على كده. بجيب عندي هنا بصل، حوالي بصلتين 3 صغيرين مقطعوهم جوانح، بحط عليهم حسبه صغيره من البقدونس، بحط عليها بعد كده حبه من الفلفل الاسمر صغيرين، معلقه صغيره من السماق، عصره من الليمونه كده حلوه كده، معلقتين من الخل، معلقتين من زيت الزيتون، طبعا رشة سكر، رشة صغيرة كده خالص من السكر، حبة صغيرين من الملح، رشة كده صغيرة من الملح. بقلبهم كويس قوي مع بعض. اقلب البصل مع التتبيلة الحلوة دي وبسيبها كده في التلاجة قبل ما اشوف المشاوي بتاعتي عملت ايه. ايه دي الاجنحة يا جماعة، مفيش اعظم من كده والله. طعمها يا جماعة تحفة والله العظيم، بالخلطة الرهيبة دي. تقدروا تعتمدوها طبعا كذا مشاوي، يعني مش شرط الاجنحة، لاي صنف مشاوي تعملوه. طعمها حلو ومميز وطبعا موفرة. بصوا شكلها يا جماعة تحفة. انا قدمت جنبها عيش ابيض وطحينة، طبعا حسب اللي عندكم. اتمنى بقى لو الوصفة عجبتكم لايك وشير وكومنت حلو منكم. اشوفكم على خير، سلام.